شايفين بقى عملنا النهارده ايه؟ عملنا مع بعض النهارده كيك عملنا البرتقال بصوص عملنا تيتا جميل جدا. ببرتقال ومعاه طويل خد يا جراحي. رحيل. رايحين بقى هيدوق حلوة؟ وهيقول لكم الطعم ايه. هو بصراحه يا جماعه هو ايه؟ مش يعني ايه، مش بتاع اه بطن والله خالص ولا اي حاجه ولا يا ولا جماعة. بيكذب ولا اي حاجه، صح يا جماعه؟ اه يلا بينا نبتدي الفيديو بقى كده ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير بتاعتنا هنعملها ازاي. الكيكه دي سهله وبسيطه جدا ومقادير بقى اقتصاديه خالص، من البيت كده ببطين اتنين هنعمل احلى صينيه ماما، كيك. انت عملت بتعمل التيتا دي ليه؟ انت طول يوم تعمل لنا التيتا دي ماشي عشان انا بحبها. ماشي يا اسطى. اول حاجه بقى معايا هنا، انا معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كوبايه من الزيت، ومعايا كوبايه من العصير البرتقال الفريش. طبعا عصير البرتقال الفريش ده انا مش عصراه بميه، انا عصراه فريش خالص بالعصاره اللي هي اليدوي يعني، اللي هي البلاستيك دي بتاعت ايه ست وستك دي، بس هي اتقدمت يعني حضروها دلوقتي بقى على شكل كوبايه كده، شكلها حلو يعني شيك كده. اول حاجه بقى معايا اللي هي الوصفه السلك معايا الوصفه السلك دي. هندخل بقى قد ايه كده معايا، هندخل معايا كوبايتين دقيق، وهندخل اه كيس ويا بيكنج جماعة باودر شيف. استنوا بس يا جماعة اعملوا لايك وضمين وهذا ده كعس. اسمعوا كلام رحيم بقى واعملوا لايك ايه وكومنتوا ووصلوا الفيديو ده كده ايه، عايزينه ايه 1000 مشاهدة كده يعني. احنا مش طماعين خالص، عايزين 1000 بس دلوقتي، وبعد ما نجيب ال1000 هنبقى نطلب منكم 1000 كمان. اه هنطلب عشان منه ده 1000 لايك. استنى بقى بنقول لهم المقادير بتاعة الكيك عشان ايه نعرفها، عشان ايه اللي عايز ايه يعملها وكده، واللي مش عارف يعني اللي اول مرة تدخل المطبخ كده وتعملها تعملها. اه انا معايا شفشق الخلاط هنا، نزلت فيه بكوباية من الزيت، كوباية من السكر، ماما وطول كوبايه من اليوم عصير اعمل الفريش دي برتقال فريش، وعليها بشر برتقال كمان، بشر يا القشر كده. ماما انت بتعملي في ومعايا الطباخ. هنا بطين. ماما انت قلت تعملي في الطباخ دي عشان ما قلتش عاوز الطباخ المكسور المتصل عن ايه؟ ده دي اهي التوبايه بتاعتك. دي دي التوبايه بتاعتك انت، يعني بتجرسني يعني علشان يعرفوا ان هي دي كوبايتك. دي يا جماعة طباخ انا كنت تعبانه بقى والله وهلكانه مش قادره اصلا اقف بصراحه في المطبخ، فقعدت بقى على ايه، على الكنبه كده في الصاله، وفرشت بقى وقلت ايه اعمل يا وانا قاعده كده. جماعة دي طبايتي يا جماعة وانا بس هي مكسورة يا جماعة قلت اسيبها شوية. هو ايه ودي دي دي ده يا جماعه، احنا جايبينها بكام؟ بتاع احنا جايبين التوبايه دي بكام؟ بتاع مش عارف هي بتاع ب25 جنيه. ب25 جنيه اه الطباخ دي يا جماعة. عشان انت صعبت عليا وكنت عايزها فجبتها لك. اه هات فلوسها بقى. خلاص هذا 25 جنيه. الرند ليه ما باخد 5 جنيه بس و3 جنيه بس. يلا هات يا عم انت، يلا ال25 جنيه حق الكوبايه ده. لا انا شغالة حرامي. يعني عشان 25 جنيه شغال حرامي؟ ده 25 جنيه 25 شغال جنيه حرامي؟ ليه؟ ده انت بتطلع كلام. ايه شغال حرامي دي؟ بيقول له خد 25 جنيه بتاع الكوبايه، ماسك لي كل اللي يقول له هات حاجه يقول لي ليه شغال حرامي. هو باين عارف ان اللي يعني مش عارف. السرقه اليومين دول بتجيب فلوس كتير باين تقريبا. احنا بقى هنقول المقادير بتاعتنا عشان ايه رحيم عمال يدخش على الفيديو بتاعكم. بس ايه هنشوف مع بعض. انا طبعا الكوبايتين الدقيق حطيت عليهم كوبايه من الزيت، كوبايه من عصير البرتقال الفريش، بيضتين، كيس بيكنج باودر شيف، وذره ملح، ومعلقتين خل صغيرين. هقلب بقى، هضرب المكونات كلها في بعضها في الخلاط كده مع كوبايه السكر كمان. وبعد ما اضرب بقى المكونات دي كلها في شفشق الخلاط بقى السايله، هنزل على المكونات الجافه اللي هي الكوبايتين دقيق وذره ملح والبيكنج باودر، وهقلب بقى كل المكونات في بعضها كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا في البدايه مشغله الفرن اصلا معايا يعني، وده ايه اللي دخل ده مش عارفه والله بصراحه، ايه اللي حصل ده دلوقتي في الفيديو مش عارفه. حد يقول لي ايه اللي حصل ده يا جماعه، في زلزال ولا ايه؟ انا مش عارفه، حسيت ان التليفون بيرتعش. هنا بقى معايا الصينيه دي اللي هي الجرانيت دي كده، الشكل اللي هو ده معايا. هنزل بقى بالخليط. طبعا لازم تضرب الخليط كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي ضيق خالص ولا اي تكتلات ولا اي حاجه. الخليط يبقى حلو كده يعني ما يبقاش فيه اي تكتلات. ودهنت بقى الصينيه بتاعتي كده
بالسمنه، معلقه سمنه. طبعا لو مش الصينيه دي مش متاحه ممكن تعملي صينيه تانية يعني عاديه اي حاجه، بس انا حبيت اعملها لهم شكل كده واضحك عليهم يعني. يعني بصوا بقى، عايزه اقول لكم يعني اي حاجه اليومين دول نضحك على العيال هنمشي الحال. هنا بقى ايه، جبت الكيك اهو، انا اتحطيته، جبت الكيك حطيته الخليط ده كده، وهرج يعني ايه، هاخد الصينيه كده، هاخدها مش هجهزها يعني، لا هاخدها يعني ايه، هرجها كده. قلت له من عين ناس مش بتيجي غير بالعين الحمراء. ده اللي هو انا، امال مين؟ ولا زياد. زياد. وانت بقى عينك حمراء يا غلا، عينك حمراء. احنا هنا بقى هنعمل معانا، طبعا انا كنت شغاله الفرن على درجه حراره 180 كده، رف الوسط. من اول ما اشتغلت في الكيك دخلتها بقى الفرن اهونت، بولع عليها من تحت بس على 180 ولحد بقى اما ايه بعد كده بختبرها بخله معايا. طبعا على ما اعمل بقى الكيك، عما الكيك يطلع اعمل اللي هو الصوص بتاع البرتقال. شايفين انا تعبانه ازاي، والله ادعوا له بالشفاء يا جماعه بجد، والله العظيم واخده دور يعني، مش عارفه البرد عايز مني ايه، ده رابع مره يرجع لي دور البرد السنه دي بصراحه، مش عارفه يعني. هنا بقى ايه، جبت كوبايه عصير برتقال، بس دي برتقال اللي هو الفروتي يعني، كيس فروتي كده، دوبته في كوبايه ميه ونزلت فيه حطيت عليه معلقتين من السكر الابيض كبار، معلقتين كبار، وحطيت عليهم معلقتين نشا، هم كانوا حبه النشا اللي موجودين عندي يعني حطيته. حطي ايه معلقتين كبار كده من النشا على الكوبايه العصير ده، وهعمل بقى ايه، هرفعه على النار طبعا، هرفعه على النار كده لحد ما القوام بتاعه ايه يتقل معايا كده، ويبقى صوص حلو كده يعني، صوص تقيل كده وحلو. شايفين ده قوام الصوص معايا ايه، رحيم. هي الحالة ايه اشتغلت، الحالة اشتغلت عندنا يا جماعة. رحيم بيزغرط للكيكة وهي طالعة. هنا الكيك بعد ما طلع معايا بقى كده هسيب الصوص بتاعه بقى، طبعا يستحسن يعني ما تسقوش بمعلقة، كوباية كده او درق صغير كده يكون وتنزلي بالصوص بتاعك على الكيك بتاعك. وكمان ما يعني ما تحطيش ورق الزبدة ده خالص، لان عايزين بصراحة على ما رجعت ايه اشيله تاني. ايه يا رحيم، عندنا فرح، عندنا فضائية، ننزل بقى بالصوص وهو سخن كده، الكيكة بردت شوية وبنزل بالصوص وهو سخن. الكيكة بقى لازم تبقى باردة والصوص ايه الحمرا من الغربانة، عشان اي حد زينتها بقى بالصوص ده كده. لو مش حابين الصوص بقى وحابينها تبقى لوحدها كده، هي هشة معايا ومستوية وطعمها جميل جدا. سيبها لحد ما تبرد بقى معايا خالص. دي بقى رحمه وهو بياكل حتة منها. اجيب رحيم وهو بياكل حتة؟ انت اكلت حتة؟ رحيم بياكل حتة يا جماعة، شايفين؟ وهاتوا للبتاع منتي يا ماما. انا هنا بقى ايه نقلتها على طبق اهونت يعني، بس عذبتني على ما نقلتها بصراحة يعني، عشان ورق الزبدة ده يعني. اساسا لو تقلبيها على الطبق على طول احسن يعني، فكنا من شغل الاشتغالات ده وقعدة الكيك والكلام ده. بصي خلونا على اللي احنا اللي اتربينا عليه، الطبق يا جماعة، اقلبوا على الطبق كده او الصينية، وسيبونا من اي حاجة تانية، احنا اللي هناكل يعني. وبعدين هي كده تمام حلوة اوي. هنا الكيكة برضو، الكيك لسه سخن على فكرة. وهنا رحيم بقى كان ايه بيدوق، الرحيم ده يعني هو الوحيد اللي واخد حقه تالت ومتلت في قلب البيت ده، واخده عافية كده يعني، واخده بالدراع. هات يا ماما.